أهلا بكم في خبر صاعقة. الجزائر المغرب سوف يستضيف كأس العالم للسيدات مع إسبانيا والمغرب والبرتغال. يلا نشوف التفاصيل يا إخواني وأخواتي، ولكن قبل ما نبداو كنقول لكم الله يرحم الوالدين، ديروا متابعة وفعلوا الجرس وخلنا الآراء ديالكم في التعليقات. تخيلوا يا إخواني وأخواتي، المغرب غادي يستضيف كأس العالم للرجال 2030 وكأس العالم للسيدات، والجزائر ما غادي تستضيف والو، راه غيتسطاو يا إخواني وأخواتي بسبب هذه الأخبار. يلا نشوفوا التفاصيل. يبدو أن المملكة المغربية مرشحة بقوة لتنظيم بطولة كأس العالم للسيدات 2035 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال في سيناريو قد يتكرر مجددا بعد احتضان البلدان الثلاثة المونديال الرجالي عام 2030، وفقا لما كشفه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان على هامش مداخلته في مؤتمر صحفي بإحدى الجامعات الإسبانية في العاصمة مدريد. وقال رافائيل وقال رافائيل لوزان: تريد إسبانيا تنظيم بطولة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع المغرب والبرتغال، ولا توجد طريقة أفضل لجعل الكرة النسائية تحتل مكانة بارزة من استضافة حدث عالمي بارز من قيمة المونديال للسيدات. ولمح إلى قدرة البلدان الثلاثة على كسب التحدي مجددا نظرا لامتلاكها كل مقومات النجاح، لا سيما أن المونديال للسيدات سيأتي بعد 5 سنوات من استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال بطولة كأس العالم للرجال عام 2030 التي ستشهد نظاما جديدا. وتعليقا على تصريحات لوزان، أوضح مصدر مسؤول أن ملف استضافة مونديال السيدات ما زال في مهده، لأن الأولوية حاليا بالنسبة للبلدان الثلاثة هو النجاح في تنظيم المونديال الرجالي سنة 2030، لكنه لا يستبعد تحقيق ذلك لا طالما أن المغرب منفتح على كل المبادرات التي تعزز مكانته كقبلة لاحتضان البطولات العالمية الكبرى، خاصة بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية الرياضية، وكان من نتائجها استضافة بطولات قارية وعالمية خلال السنوات المقبلة، ومن أبرزها كأس أفريقيا تحت 17 عام وكأس إفريقيا للسيدات، بالإضافة إلى بطولة كأس أفريقيا للرجال المقرر إقامتها في الفترة ما بين 21 ديسمبر كانون الأول المقبل. اخواني واخواتي، كيف ما شفتوا هذا الخبر المفرح كنقول لكم الله يرحم الوالدين. خلنا الاراء ديالكم في التعليقات وديروا متابعه وفعلوا الجرس وما تنساوش ديروا لايك، والله يرحم الوالدين. وشكرا جزيلا لكم والى اللقاء.